السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو أنتم في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد الكيكة اللي هي رائعة صراحة، كتجي خفيفة هشيشة لذيذة بالشوكولاتة، كتجي رائعة بحال الكيكة نتاع براونيز. كتجي صراحة جد رائعة، لا في المنظر ولا في المذاق. تفرحوا بها العائلة ديالكم أو تصوبوها للوليدات ديالكم. كتوجد بسرعة وبطريقة جد مختلفة. ان شاء الله تبقاو معايا باش تشوفوا هاد الكيكه اللي كتجي هشيشه. صراحه هنا انا قسمتها معكم وهي باقه سخونه باش نصورها، ما خليتهاش حتى بردت. كيف شفتوا كتجي رائعه، لا في اللون ولا في الشكل ولا في المذاق. فبقاو معايا حتى الاخر، شوفوا ان شاء الله المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. في الاول غادي نصاوبوا لاصوص لهاد الكيكه. هنا اللي غادي نخلطوا بها هاد لاصوص، غادي نخلطوا بها الكيكه. نحتاجوا الكاس من الحليب، كذلك غادي نحتاجوا كاس من السكر. غادي نضيفوا نصف كاس، والنصف الاخر غادي نضيفوه في الكيكه. غادي نضيف نصف كاس نتاع الزيت. كذلك غادي نضيفوا 3 ملاعق كبار من الزبده. انا هنا درت نوعيه جيده نتاع الاكل، يعني نتاع البقره، وانتم يبقى لكم الاختيار تاع العلبه ولا المارغرين. كذلك هنا غادي نضيف 3 ملاعق من شوكولات غبره، اللي تكون النوعيه ديالها حمراء، ما تكونش النوعيه ديالها كتكون هذيك الكحله، كتجي الكيكه غامقه. كذلك غادي نزيد واحد ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، هذاك يبقى اختياري، تقدروا تستغناو عليه. هاد الاثناء غادي نديروا الكسرونه على البوطه، وغادي نبقاو نحركوا هكايا حتى تبدي يعني تذوب هذيك الزبده وكذلك السكر، ويبديو يعني الخليط ديالنا يغلي او يتبخ. كيف شفتوا هنايا بعد ما دابوا هذوك المكونات، الزبده مع السكر، وهادو يندمجوا. هنا بدا كي يتبخ. غادي نقصوا في هذا الاثناء البوطه، وهذه نخليوها شي شويه تسبخ حتى تبدي تعقد غير واحد شويه، يعني ينسجموا هذوك المكونات في بعضياتهم. وهذه نضيفوا الشوكولات نتاع الحليب. مانيش نضيف هذيك الشوكولات الكحله باش ما تجينيش الكيكه يعني كحله بزاف. فهاد الاثناء هذه نحيدها على البوطه، وهذه نبدي نخلط هذيك الشوكولات. هذه تذوب غير في الحراره نتاع الخليط، يعني ما هاديش نردها فوق من البوطه. بعد ما تذوب لينا مع التحراك هذيك الشوكولات، هذه نخليها على جنب حتى تدفى او تبرد شويه. وهذه نمشيو باش نحضروا الكيكه. هنايا عندي 3 بيضات متوسطات. الا عندكم البيض صغير جدا او صغير، هذه نضيفوا 4 نتاع البيضات على حسب المول اللي عندكم. كاين المول اللي القطر ديالو شويه كبير، وكاين المول يعني اللي ما عارفاش انا القطر نتاع المول اللي عندي صراحه يعني متوسط، ما جايش صغير وما جايش كبير. هنايا زدت هذاك النصف كاس نتاع السكر اللي كنت حيدته من هذيك لاصوص، درته مع البيض، وهذه نضرب جيدا حتى يتخفق لنا البيض ويتبدل اللون ديالو. اللي ما عندهاش تضرب، هنايا انا استعنت بالضراب باش دغيا كي يطلع عندي البيض. اللي ما عندهاش الضراب الكهربائي بطبيعه الحال هذه تضرب غير من الضراب عفوا اليدوي. هنا بعد ما طلع لينا داك البيض مع السكر، جبت هنايا هذيك لاصوص، وهذه نحركها بواحد السباتوله هكايا. كيف لاحظتوا هاد لاصوص هادو تقدروا يعني ديروها كصوص للكيكات، تسقيو بها الكيكات، كتجي رائعه. هنا غادي نبدي نخلط فيها، هي عاد دافيه، راها ما بردتش تماما، راها بقات شويه دافيه، يعني ماشي سخونه باش يطيب لنا البيض، وانما راها دافيه. الا درناها سخونه بطبيعه الحال البيض راه غادي يطيب، ضروري تكون شي شويه دافيه. هنايا ما خليتش صراحه كلشي، ضفت هذاك الخليط للبيض
ما خليتش يعني باش نسقي الكيكه. فاذا بغيتو تخليو واحد يعني نصف كاس باش تسقيو الكيكه، كتجي رائعه بهذيك الصوص هذيك. هنايا زدت واحد فلون، الا عندكم دانيت تقدروا ديروه. عندكم يعني شي كاس نتاع دانون تاع فلون هذاك، يعني ديسير فلون تقدروا تضيفوه، ولا دانيت حتى هو ديسير دانيت تضيفوه، ولا دانون عاديه. المهم بالفاني، ولا تقدروا اي حاجه عندكم تقدروا تضيفوها من الياغورت. هنايا بعد ما ضربت جيدا هذاك فلون، هذاك العلبه تاع فلون هذه، هنايا نضيف واحد نصف كاس نتاع الفرينه بطبيعه الحال، يعني نتاع الحلويات، تكون خصوصي بالحلويات. انا كنستعمل بالنسبه لي هنا في فرنسا كنستعمل هذيك الحمراء نتاع ليدل. هنايا ضفت نصف كاس وغربلته، وضفت 16 غرام من خميره الحلويات، غربلتهم حتى مع الدقيق كيف لاحظتوا. هنايا غادي نضيف نصف كاس الاخر من الدقيق. نديروا الدقيق يعني بالتدريج، ما نديروش الدقيق كل شيء في خطره. نحاولوا اننا نديروا الدقيق تدريجيا، يعني شويه بشويه، باش نشوفوا يعني الخليط ديالنا واش خاصو واش ما خاصوش، يعني نديروا على دفعات. هنايا غادي نضيف في الكاس الثاني كذلك بالتدريج. ضفت هنا الكميه يعني النصف نتاع الكاس، وهذه كذلك نبدي نخلط. ضروري ما الفرينه والدقيق يعني نغربلوه او نخلوه، وهنايا نبقاو نخلطو حتى نشوفوا يعني الخليط ديالنا واش هو هذاك او خاصو. هنا غادي نزيد واحد شويه. كيف لاحظتوا هنايا ضفت 2 كيسان قل واحد الملعقه فقط. يعني ما ضفتش هذيك الملعقه، جاني هو هذا الخليط، فخليت هذيك الملعقه في الكاس، لان الشكلاط كيف كتعرفوا كتشرب، وكذلك حتى الدقيق كيتشرب السوائل. هنا صافي، هذا هو الخليط ديالنا. غادي نحركو هكايا بواحد السباتولا باش الا كان شي دقيق في القاع نتاع هذا الوعاء يعني غادي يتخلط. هنا غادي نجيبو واحد المول اللي غادي ندخلوه للفران. عندي هذا فرشت له واحد الكاغط، وكذلك ضفت له الزبده مع الجوانب، دهنت له الزبده ودرت له الفرينه، وهادي نفرغوا فيه هاد الخليط نتاع الكيك او العجين تاع الكيك. هنا في هذه الاثناء راني نسخن الفران على نار متوسطه. بعد ما كملنا يعني فرغنا كامل الكيكه في المول. هنايا قسمت شويه نتاع القرقاع، شويه نتاع اللوز، وشويه نتاع الزبيب. هنايا ضفت لهم واحد الملعقه نتاع الدقيق. هاد التقنيه هذه باش هكايا هادوك المكسرات ما يهودوناش في يعني في قاع نتاع المول. كيف لاحظتوا هنايا غادي ندير هاد الحركه هذه باش هكايا الا كان شي فقاعات ما يبقاوش. نحركوا الكيكه ديالنا باش ما تجيناش من الداخل خاويه. وهذه نغربل هذوك المكسرات باش ما يبقاش فيهم كميه نتاع الدقيق بزاف، ونحاولوا اننا نوزعوهم هكايا الفوق. الا بغيتوا ديروا واحد الكميه لداخل في الكيكه نتاع المكسرات من طبيعه الحال حتى هما ديروا لهم شي شويه نتاع الدقيق. في هذا الاثناء تخلطوهم بواحد الملعقه بواحد السباتولا باش هكا يجي لداخل فيهم هذيك المكسرات كتجي فيهم من الداخل، وكذلك ديروهم كتزيين غير على برا. هنايا كيف شفتوا انا غادي نديرهم فقط هكايا غير من الفوق كتزيين، ودرت لهم الدقيق باش ما يهودوليش في الخليط الداخل. هنايا في هذه الاثناء غادي نزيد حتى شويه نتاع رقائق اللوز، ما تصوروا ليش نسيتهم في هذه الاثناء ما درتهمش على الكيكه، ودخلتها للفران طيب على نار متوسطه. ونحاولوا اننا ما نجهدوش البوطه او الفران تاع الضو، نخليوه على 180 درجه طيب غير من الاسفل فقط حتى تطلع لنا الكيكه.
عاد نشعلوا لها من الفوق باش طيب. كذلك باش نشوفوا ان الكيكه تفوت واحد 40 دقيقه، نشوفوا الكيكه نحلوا الفران ونديروا واحد السفود نتاع الشواء او واحد الموس ونديروها نتكو بها لداخل في الكيكه، ونشوفوا الا جبدنا الموس نقيا نعرفوا بان الكيكه راها طايبه. وإلا صبنا في الموس لاصق عليها العجين يعني باقي الكيكه خاصها شي شويه نتاع الطياب. هنايا بعد ما طابت ليا على نار متوسطه خدات ليا 45 دقيقه. كي شفتوا الكيكه جات رائعه، وجات صراحه لذيذه لذيذه، جات معلكه، واخا انني ما سقيتهاش يعني بصوص الشكلاط، زينتها فقط بصوص كراميل، وكذلك صوص الشكلاط غير من الفوق فقط. وهذه هي الكيكه ديالنا. الى عجبتكم ما تنساوناش بواحد لايك، اللي ما مشتركش في القناه ديالنا يشترك باش هكا يصله كل جديد. فجربوها ان شاء الله هذه تعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم وحتى الضيوف ديالكم. دمتم في امان الله.